يعني الحيطة دي مايلة تقريبا 17 سنتي. الحيطة اللي انتوا شايفينها دي مالت 17 سنتي بسبب لأول مرة هطلب إن أي حد يشوف الفيديو ده يعمل له شير علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ومحدش يقع في الكارثة الكبيرة اللي هتشوفوها في الفيديو ده. مبدئيا كده اتعلمنا في كلية هندسة واتعلمنا بعد ما اتخرجنا من الكلية إن أي حائط خرسانة زي الحوائط بتاعة البدرومات لازم تكون تسليحها رقتين حديد أو شبكتين حديد. بس للأسف في الفترة الأخيرة دي طلع لنا مقاولين ومهندسين قليلة الخبرة وقليلة الضمير بتقترح على العملاء أو بتقول للعملاء إن إحنا ينفع نعملها رقة واحدة حديد، وده بحجة إن هي كده ما فيهاش أي مشكلة، وإن هم كده بيوفروا على العميل كميات كبيرة من الحديد وبيوفروا عليه فلوس في الظروف اللي إحنا فيها. بس ده طبعا جريمة وكارثة كبيرة في حق الهندسة المدنية، وإصلاح الكارثة اللي هتتعمل دي بتكون تكلفتها 3 أو 4 أضعاف التكلفة لو اشتغلنا صح من البداية. هوريكم دلوقتي على الطبيعة في الموقع اللي احنا فيه. دي حيطة خرسانة اتعمل تسليحها رقة واحدة حديد. لو بصيتوا كده هتلاقوا في حديد طالع سيخ واحد من الحيطة، مش سيخين جنب بعض، وفي أعمدة على مسافات من 3 متر ل 4 متر في الحيطة. طبعا ايه اللي حصل أول ما ردموا الحفر اللي كان جنب حيطة البدروم؟ الحيطة مالت، الحيطة وقعت لجوه. بصوا كده، بص كده هتلاقوا ان الحيطة قلبة من النص. الحيطة هنا قلبت من نص الحيطة بالظبط، يعني وليكن طول الحيطة دي 20 متر، هنلاقي في نصها يعني اللي هو ال 10 متر الحيطة قلبت لجوه او وقعت لجوه. طيب هما بقى كل اللي يقدروا يعملوه دلوقتي ايه؟ ان هما سندوا الحيطة بعروق او نهايز او دورات خشب زي ما انتم شايفين كده. ممكن نقرب نبينها. زي ما انتم شايفين المقاول حط عروق بيحاول انه يسند الحيطة علشان ما تقعش لجوه، بس طبعا كل دي محاولات بلا فايدة. الحيطة دي مايلة اكتر من 15 سنتي، وفي شغول هنا بيبين الموضوع ده. بصوا كده على الشغول ده، هتلاقوا ان الشغول مخدم هنا على الخشب اللي على الخرسانة. يعني المفروض ان انا بقيس هنا 2 سنتي ونص اللي هم تخانة الخشب، وفي سنتي ورا الخشب يعني تقريبا بنقيس 3 سنتي ونص. هننزل دلوقتي نشوف القراية او المقاس تحت قد ايه. ده كده الخيط او الشغول او الميزان. لو بصينا فوق هنلاقي ان الخيط محطوط على لوح خشب، تخانة اللوح ده 2 سنتي ونص. يعني انا لما اقيس فوق 2 سنتي ونص المفروض اقيس تحت نفس ال 2 سنتي ونص. تعالوا بقى نقيس تحت هنا. ادي المتر اهو، نقيس من الخرسانة للخيط هتلاقوها جايبة 19 سنتي ونص، يعني نقول 20 سنتي. 20 سنتي من 2 ونص، يعني الحيطة دي مايلة تقريبا 17 سنتي. الحيطة اللي انتوا شايفينها دي مالت 17 سنتي بسبب ان هي اتعملت رقة واحدة حديد، وبسبب ان القاعدة الشريطية اللي تحتها اصلا متصممة غلط. مش متصممة على انها تشيل حيطة خرسانة، متصممة على انها تشيل حيطة طوب. فبسبب التوفير وبسبب قلة الخبرة وقلة الضمير حصلت الكارثة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا دلوقتي تكلفة اصلاح الكارثة او الجريمة اللي انتوا شايفينها دي 3 أو 4 أضعاف التكلفة لو كنا اشتغلنا صح من البداية. ربنا يكون في عون المالك أو في عون أصحاب القطعة، ويكون في عون برضو الناس اللي عملت الكارثة دي. أكيد هم في مشكلة كبيرة دلوقتي.